أهلا بحضراتكم. انت عارف المسيحيين بيحتفلوا بإيه دلوقتي؟ سؤال بسيط لكن وراه حكاية كبيرة جدا. سؤال ممكن نسمعه ونعدي عليه أو نجاوب إجابة سريعة وخلاص، لكن الحقيقة إن وراه قصة إيمان وتاريخ ومشاعر إنسانية عميقة جدا. دلوقتي المسيحيين بيعيشوا واحدة من أهم وأقدس الفترات في السنة كلها، فترة اسمها أسبوع الآلام، والاسم نفسه يمكن يدي إحساس بالحزن، لكن في الحقيقة مش مجرد حزن، ده رحلة كاملة، رحلة بتبدأ بمشهد وتنتهي بمشهد مختلف تماما، بينهم معاني كتيرة جدا. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل أسبوع الآلام. الأسبوع ده بيبدأ بأحد الشعانين، وده اليوم اللي بيفتكروا فيه دخول السيد المسيح إلى القدس وسط فرحة الناس اللي استقبلته بسعف النخل والهتافات. كان مشهد مليان أمل، لكن اللي جاي بعده كان مختلف تماما. من هنا تبدأ الرحلة. كل يوم في الأسبوع ده ليه طقوسه، ليه قراءاته، ليه حالته الخاصة. الكنائس بتتغير أجواءها، الإضاءة بتبقى هادية، الترانيم بتميل للحزن، والناس بتدخل في حالة تأمل عميق، مش مجرد حضور، ده نوع من المعايشة. نوصل بعد كده لخميس العهد، اليوم اللي بيحيي ذكرى العشاء الأخير، آخر لقاء جمع السيد المسيح بتلاميذه، لحظة فيها معاني الوفاء والوداع ورسائل أخيرة قبل أحداث كبيرة جاية. وبعدين تيجي الجمعة العظيمة، اليوم اللي بيعتبر ذروة الحزن في الأسبوع كله، لأنه بيمثل لحظة الصلب. طبعا حسب العقيدة المسيحية يوم صعب جدا على المستوى الإنساني، مليان ألم، لكن في نفس الوقت مليان معنى للتضحية والفداء. يمكن اللي مش متابع التفاصيل يشوف إن كل ده حزن، لكن الحقيقة إن الفكرة أعمق من كده بكتير. الفكرة مش الألم نفسه، الفكرة في معنى الألم. إزاي الألم ممكن يبقى طريق للأمل، إزاي الصبر ممكن يوصل لفرج. عشان كده الأسبوع ده ما بينتهيش بالحزن، بينتهي بحاجة تانية خالص، بينتهي بعيد القيامة، اللي بيعتبر أكبر وأهم عيد عند المسيحيين. عيد الفرح بعد الحزن، والنور بعد الظلام، والحياة بعد الألم. ولو رجعنا شوية للتاريخ هنلاقي إن الاحتفال بالأسبوع ده مش حاجة جديدة، ده تقليد قديم جدا بيرجع لأوائل العصور المسيحية، لما كان المؤمنين بيجتمعوا في الأماكن المقدسة خصوصا في القدس، ويحيوا الذكرى دي في نفس المواقع اللي حصلت فيها الأحداث. ومع مرور الزمن الطقوس دي انتشرت في كل أنحاء العالم وبقت جزء أصيل من حياة الكنيسة. لكن خلينا نقف هنا شوية ونسأل نفسنا، فين دورنا احنا كمسلمين؟ دورنا مش اننا ندخل في تفاصيل عقيدته ولا اننا نحاكم، دورنا ابسط وارقى من كده بكتير. دورنا اننا نفهم ان اللي قدامنا دلوقتي عايش حالة دينية عميقة جدا، فيها صلوات وصيام وتأمل. نفهم ان الوقت ده بالنسبة له مش عادي، ده وقت مقدس. دورنا كمان اننا نحترم مشاعر الناس، ونحترم قدسية اللحظة، نحترم اختلافنا بدون ما نحاول نلغيه. الدين علمنا كده، علمنا ان لكم دينكم ولي دين. مش بس كده، دورنا كمان اننا نراعي في كلامنا، في تصرفاتنا، في هزارنا، لان في اوقات بيكون فيها الانسان حساس جدا لأي كلمة أو أي موقف. دورنا الأكبر إننا نكون صورة كويسة عن ديننا، إننا نظهر أخلاق الإسلام الحقيقية، الرحمة والتسامح وحسن الجوار والعدل. يمكن أبسط موقف، كلمة طيبة، تهنئة محترمة، أو حتى مجرد صمت فيه تقدير، كل ده بيوصل رسالة كبيرة جدا. إحنا مش مطالبين نبقى زي بعض، لكن مطالبين نعيش مع بعض باحترام. في النهاية السؤال اللي بدأنا بيه يمكن بسيط، انت عارف المسيحيين بيحتفلوا بإيه دلوقتي؟ لكن الأهم من الإجابة هو احنا هنتصرف ازاي بعد ما عرفنا، لأن المعرفة لو ما تحولتش لسلوك تبقى ناقصة، والاحترام لو ما ظهرش في أفعالنا يبقى مجرد كلام. يمكن القصة تخصهم في عقيدتهم، لكن إنسانيتها تخصنا كلنا كبشر. هنا نتوقف قليلا عشان نقول لإخواتنا المسيحيين كل سنة وحضراتكم بألف خير. أشكركم، وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.